مسح سلسلة 50 دون هزيمة. لاحظ سلسلة أسطورية تم دعسها في هذه الحرب النارية. سجل الحرب نظيف، تعادل وانتصار، تم الدعس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما عودتكم بحروب وسلاسل واستراتيجيات، اليوم رجعت لكم بحرب جديدة. تم دعس سلسلة 50 دون هزيمة، 20 في السلسلة و50 حرب دون هزيمة، كلها تعادل وانتصار. شوف سجل أسطوري. تقريب كل الحرب يمسح الخريطة. شوف 50 حرب دون هزيمة، تعادل وانتصار، تم دعس الخريطة. راح نستعرض معكم كيف مسحنا الخريطة وكسرنا سلسلة الخصم. حتى أنا عندي سلسلة 9، سجل حرب من 50 حرب خاسر 4 مرات. نستعرض وإياكم الهجوم، الهجمة الأخيرة اللي مسحنا بها الخريطة. شوف كلها مسح قبل نهاية 3 ساعات. باقي نجمتين ونكمل الخريطة. شوف سجل الحرب الخصم حتى الآن مازال نضيف. شوف ننتقل إلى الهجمة الأخيرة اللي مسحنا بها الخريطة. Let's go. التاون 13 على التاون 10، هجمة مضمونة نكمل بها سلسلة 20. شوف نحط منطاد، راح أسرع لكم الهجمة. أن التاون 13 على التاون 10 تعتبر هجمة ضعيفة. اختفاء، 2 استنساخ، 1 غضب. راح تصميم جيد للتاون 10 على 10 يمكن ما يمسحوا، بس 13 على 10 ما في مجال للمقاومة. نسرع في الهجمة حتى يكون الفيديو قصير. نعطيه خاصية الملوك. انتهت الهجمة، تقريبا كل الجيش مازال حي. نروح وياكم الآن. تم مسح الخريطة. شوف 120 مقابل 86. عدنا لكم بعد نهاية الحرب. تم مسح الخريطة وصار السجل فيه هزيمة 0. حرب جيدة، 120 مقابل 116، حرب قوية. لكن مع الأسف مسحنا الخريطة. راح نستعرض لكم الهجمة الأول على الأول. هذه هجمتي على الأول. ننزل بالون، نحط الآمر وننزل العربة خلف المناطيد. لازم نوصل العربة، نعطي خاصية له. نزل 2 استنساخ مع غضب والباقي اختفاء. ندمر المنجنيق والتاون. راح ندمر التاون. يلا دمرنا التاون. باقي المنجنيق الثاني راح، وتعويذة السم كفو. باقي دفاعات قليلة، ما راح تشكل خطر على الجيش كله. محاربة الأذغال والملوك. نعطي تسريع للهجمة. نزل البطلة والمنين للتصفية على اليسار. كل الجيش رايح لمدفعية النسر والأقواس. تصميم ماشي ماكس. 100 تاون
16. شوف راح المدفعية، راح كل شيء. باقي انفيرنو متعدد ودفاعات خفيفة. حتى التصميم قديم يعني سهل المسح. كلان مستوى 13، ما عندوش خبرة في التصاميم. سرع وياكم الهجمة. ننتقل للهجمة التاون. 15/15 رقم 4. 15/15 نفس الاستراتيجية. الاستراتيجية هذه ساعدتني كتير في الحروب بدون هزيمة. كالعادة اختفاء، زوج استنساخ وغضب ووداعا، باي باي الطعن. شوف إيه. راح الدفاع، راح يطير الطاون. تسهيلات. كل الدفاع اللي جنب الطاون باي باي. اختفاء هذا آخر. وننزل الملوك والجيش ناحية مدفعية النسر. شوف كل الجيش رايح لمدفعية النسر. حقوا سيدة أبطال. حتى البربري ما يقتل الجيش. شوف البربري راح على اليمين. كفو. الجيش شطح بس ما راح بطلة تجيب الانفيرنو المتعدد والمثلية والمنجنيق. نعطي باقي الملوك بخاصيتهم وباقي دفاع قليل. شوف باي باي تصميم التاون. غنستعرض لكم هجمة التاون 6/6. نزل هذه أفضل هجمة في الحرب. حربي يستعمل عند استراتيجية الطاولات ضعيفة. فوت في الدعم تلميذ الآمر و4 هيلر والباقي منطاد وساحر ورمية السهام. شوف تلميذ الآمر يجيب تقريبا كل الدفاع. شوف نزل أرشر للتصفية ما يزربش علينا الوقت. شوف تلميذ الآمر. شوف منطاد ضعيف، واضح إنه ما يعمل شيء. نزل الهاون ونزل نطلق الأرشر نجيب نضمن الوقت. شوف تلميذ الآمر رايح على البيت. جاب برج الساحر يجيب التاون ويجيب بقية الدفاعات. شوف تلميذ الآمر. أفضل استراتيجية للتاون الضعيف 6 أو 7. شوف باقي دفاعات. شوف حتى الدفاع ما يعمل محشي. تم المسح. إذا كان عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك واشتراك، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله مع حروب وسلاسل واستراتيجيات. يلا في أمان الله.